ان احنا بنتكلم بقى على السكان. قال لك ان اكبر قاره في عدد السكان هي قاره اسيا. يبلغ عدد سكان اسيا حوالي 4.5 مليار نسمه. بالنسبه بقى لقاره افريقيا بتبلغ عدد السكان فيها حوالي 1.5 مليار نسمه. الكلام ده سنه 2023. والنسبه ديت بتمثل حوالي خمس سكان العالم، يعني حوالي 20% من سكان العالم. وخلي بالك بقى، قال لك كمان من المتوقع ان يصل عدد سكان افريقيا حوالي لسنه 2050 حوالي 2.4 مليار نسمه. فنستنتج بقى من المعلومه ديت ان اول قاره في العالم من حيث السكان هي اسيا، تاني اكبر قاره في عدد السكان هي قاره افريقيا. حتى لو انت ركزت معايا هو جايب لك رسم بياني عن عدد السكان في افريقيا. قال لك ان عدد السكان في افريقيا يتضاعف كل 3 عقود، يعني كل 30 سنه، العقد يعني 10 سنوات. خلي بالك، قال لك حيث يتضاعف بين عامي 1975 و2005 تضاعف. يعني انت ركزت سنه 1975 كان نص مليار، 2005 بقى مليار، فطبعا تضاعف. وقال لك من المتوقع كمان يتضاعف مره اخرى سنه 2035، يعني يصل يا سيدي الى 2 مليار. فاحنا قلنا طبعا بيتضاعف، يعني بيزيد الرقم ضعفه. طب من الكلام ده بقى يا سيدي تعال نشوف ايه اكبر الدول اللي موجوده في قاره افريقيا فيها عدد سكان. خلي بالك برضو سنه 2023 برضو عملوا اللي هو التعداد السكاني، لقوا ان اول دوله فيها عدد سكان هي دوله نيجيريا. طبعا نيجيريا تقع في غرب افريقيا. تاني دوله هي اثيوبيا شرق افريقيا. تالت دوله هي مصر طبعا في الشمال الشرقي لقاره افريقيا. طب تيجي بقى تسالني يا مستر، هو ليه السكان بيزيد؟ او ايه هي اسباب النمو السكاني؟ كلمه النمو السكاني تعني زياده السكان خلال فتره زمنيه معينه. خلي بالك اسباب النمو السكاني هم سببين ما لهمش تالت، وهي الزياده الطبيعيه والزياده الغير طبيعيه. الزياده الطبيعيه هي المواليد ناقص الوفيات، اما الزياده الغير طبيعيه وهي الهجره. وطبعا الهجره بنوعيها، سواء هجره داخليه او هجره خارجيه.